النهارده احنا في معاينة ميدانية مع الحاج خالد بلح، عميل وصديق شركة سفنكس التسويق العقاري. مرحب بيك يا حاج خالد، نورتنا وشرفتنا النهارده، وعاوزين نعرف من حضرتك كان في صعوبة في الوصول إلينا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تليفونيا أو من خلال الواتساب ولا لا؟ وإيه أخبار المقابلة وإيه أخبار التعامل؟ والله يا أستاذ محمد، أنا لمست فيكم عن طريق الإعلانات، المصداقية والشفافية والرحمة والقناعة، ودي اللي خلاني أتكلم معاكم دايركت على طول. وكان فيه انضباط في المواعيد. ده حاجة تانية، مفيش مخالفة، أي مخالفة عما يعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بناء على ذلك أنا جيت بعاين معاه المزرعة اللي هو قال لي عليها. احنا صراحة واقفين، أنا منبهر. قلت له انا قبل ما اشتري انا اعتبر نفسي انا صاحب الارض، وقلت له الارض دي فيها كذا 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 كذا، واللي عاجبه ياخد واللي ما ياخدش براحته، لان كل واحد ماله عزيز عليه، ماله عزيز عليه. ونصيحة الى كل اصحاب المزارع: عينك في وسط راسك في قلب ارضك. المال السايب بيخرب بسرعة، مش سرقة بس اهمال. عينك لازم تبقى فوق كل حاجة، لأن ربنا قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ذكر لك المال قبل الولادة. فلازم تبقى أنت متابع، ودي كذا ودي كذا وده كذا، لأن مالك ربك هيسألك عليه من كل زكاة ومن كل صلاة ومن كل فعل أنت بتفعله. ما أنت إلا وسيلة حتى تفتح أبواب لناس أخرى. فعلينا جميعا أن نتقي الله. وشكرا لأستاذ محمد، وشكرا لشركة سفنكس للتسويق العقاري للمصداقية، مش للتهليل زي الشركات الأخرى. الله يسعدك يا عم خالد، واحنا والله انت الله شرفتنا يخليك. ونورتنا، واحنا سعداء بيك أنا والله سعيد بيك بزيارتك والله. الجميلة والله. أنا سعيد بيك الله والله. يسعدك يا عم خالد. وطبعا في ناس كتير ممكن تشوف الفيديو، بقول لهم اتقوا الله وبلاش تبيعوا بسعرين، تقول للزبون سعر وتجيب المشتري تقول له سعر. فقوم الطماع دايما شويه. تاجر مع ربنا هتكسب، ونعم بالله. تاجر مع ربنا هتكسب وهتنال كتير، والناس اللي هتسمعني هي فاهمه. الله يسعدك يا عم خالد ويرزقك يا رب. تحيا مصر. السلام عليكم.